افريقيا ملاعب نص الكبير تاع الملاعب كارثه، والملاعب ما هنا في الخليج تقول راك في زربيه. اذا يستحقون الاشاده الخليجيين على لازم لا انسان احنا الا نساندوهم ونعاونوهم، خاطرش هي الكره الخليجيه واش نشوف انا الكره الخليجيه منا على 15 او 20 سنه ممكن زيد تطلع في القمه تاعها تولي، خاطرش الملاعب في المستوى، الفلوس كاين، كل شيء منظم على افريقيا. والناس وفي افريقيا الناس ماهيش تحمل هذوك الملاعب هذوك كوارث. ونزيدوا نقولوا بكل صراحه الحكام كاناتيك يهلكوا شويه كره القدم في افريقيا، ولهذا نخليو تنجم. انا نعطيك مثال، كي كنت لعاب هكذاك عندها شحال سنوات وسنوات، كنت رايح نمضي في الامارات. كي رحت دربت معهم شفت المستوى، كنت بعيد انا عليهم، ما نجمتش نمضي بكل صراحه. قلت لهم ما نجمش نلعب هنايا، ما كاين الفلوس ما نجمش نلعب لان المستوى كان ضعيف. اليوم 30 سنه بعد ولا شحال ولا اكثر، اليوم نشوفوا المستوى تاع الامارات راهو تحسن كثير. دونك من على 15 او 10 او 15 سنه راح نشوفوا مستوى عالي. ولكن في كيفاش يقولوا لي كلوب الفريق او نيفو في مستوى الشامبيون هذايا الدوري مازال ما تحسنتش كيما هنا في الخليج. مازال ما نشوفوش لاعبين كثير يروحوا يلعبوا في الخارج، مازال ما شفناهاش. لا انا بقول لك الاسباب اللي اللاعب الخليجي ما يروح يلعب بالخارج، لان الدوريات المحليه تضمن للاعب حياه كريمه، او بمعنى اصح اذا جاء عرض لاحد اللاعبين المحليين، فلنفترض والله جاء له عرضها 10 مليون دولار، النادي يتكفل يقول انا بعطيك ال 10 مليون دولار. فانا كلاعب الان اعيش في وطني، اذا شفت والله انا هنا